دورتموند توتنهام تعادل 0-0. كل الشكر لخليل البلوشي ونوفل الباشي. الريال كما لاحظتم في وضعية صعبة جدا، إصابتين، هدفين لفائدة الأياكس. نتحدث هدفين لصفر إذن لأياكس في سانتياغو برنابيو. الهدفين حاتم تاديتش اللي كان مميز على مستوى خلق المساحات وتمرير الزياش اللي ترجم الفرصه والهجمه الى هدف، وشوط ولا اروع من فريق اياكس على المستوى الصناعي. طيب الهدف الثاني اهداك تريكا الهدفين لانه اياكس متفوق على حقيقه اياكس بالاتساع، لكن تاديتش كعادته معناها كان متميز على مستوى المراوغه ونيرس في طلب الكره معناها كان متميز على مستوى المراوغه ونيرس في طلب الكره معناها في المساحه التمريره، وسجل الهدف الثاني بعد ما راوغ الحارس. ارى انه اياكس معناها في الشوط الاول كان يستحق انه يسجل اكثر من هدفين، لانه سجل هدفين وضاع يمكن اهداف. شوط اول ممتاز لاياكس، شوط اول رائع جدا لاياكس، استكمالا لمباراة الذهاب. الأداء اللي قدمه أياكس أيضا في المباراة لم يكن أداء مختلف عن اليوم، بالعكس أنه الأداء بنفس القوة بنفس التركيز نفس الشخصية عنها كابتن طارق قبل المباراة. هذا بالضبط هدف كوبي بيست على الأهداف اللي حصلت في الكلاسيكو، أن دائما على خلف المدافعين خلف الأظهرة دائما مسؤولة، وبالتالي الاستغلال هذه المساحة والقادم من الخلف في وسط الملعب للتسجيل. هذا هدف متكرر، هدف في كل مباراة تشعر أن ريال تريد أن تسجل، العب على الأطراف ما بين قلب الدفاع والظهير، دائما هناك مشكلة لعملية التسجيل. تكررت في الكلاسيكو وتكررت أيضا في مباراة اليوم. ريال مدريد في هذا الشكل هو ليس بريال مدريد، هو فريق قادم لكي يؤدي مهمة 90 دقيقة فقط لا غير. لا يوجد رغبة، لا مواسم تالية. نعم نعلم هناك لاعبين خرجوا، هناك مدرب خرج، لكن بقت الشخصية. دائما احنا نتكلم ان موسيقى الشامبيونز ليج تهز دائما اي فريق يواجه ريال مدريد، لكن اليوم حصل العكس، ريال مدريد غير متواجد بالمباراة نهائيا. انا اقول تمارين اجاكس يتمرن اليوم، مش موجود مش حاضر لا ذهنيا ولا بدنيا. اجاكس اليوم اعطانا درس، اولا سرعه التحرك، سرعه التنقل، دقه التمرير، لعب في العمق، خصوصا لاعب تاديتش قدم شوط رائع اللاعب هذايا، ومع خصوصا لاعب تاديتش قدم شوط رائع اللاعب هذايا، ومع بطبيعه الحال مع نيريس مع زياشي على الاطراف ودي يونغ ودي لخت، لاعبين صغار، لاعبين مميزين يلعبوا بتلقائيه وبعفويه، لاعبين ما عندهم الضغوطات. نشوف التمريره ممتازه للاعب نيريس اللي دوخ اللاعب كارفاخال اليوم شوارع. كارفاخال لقى صعوبات كبيره اليوم على الجهه اليمنى، كارفاخال ما شاهدناش ولا مره صعد وهو ريجيلون. واضح الفريق الريال ماهوش حاضر وجاهز للمباريات. اعتقد ان مباريات البرصا اثرت تاثير كبير من الريال، ماهوش موجود. كانوا ليغانيس، لاعبين ليغانيس لابسين فانيلة ريال مدريد. صراحة غريب الريال مدريد اليوم يلعب في الشامبيونز ليج مش حاضر لا بدنيا ولا ذهنيا، كان ممكن تكون 3-4 في الشوط الأول. شوط كارثي للريال، إنما حذاري بتتكلم على ريال مدريد. ردة الفعل في الشوط الثاني هتبقى ردة فعل قوية. الناس بتقول لك مين؟ للريال مدريد 45 دقيقة حياة وموت بالنسبة للفريق ككل، إنقاذ موسم. بالنسبة له الشوط الأول يظهر بهذا الأسلوب أو هذا الشكل عيب. سواء اصابه فاسكيز سواء فينيسيوس ونزول جاريث بيل واسينسيو، في اعتقادي الشكل الفريق لازم يتغير تماما من حيث الشخصيه، من حيث الضغط، من حيث تباعد الخطوط. لازم الخطوط تبقى متقاربه. طيب الخروج بالهدفين بل اكثر من ممكن 3 اهداف. شكرا للكابتن محمد ابو تريكه. نحن سنتوقف قليلا اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نواصل الحديث. قبل الأول هو عريس مازال مازال اكيد هو هدف يرجع الريال في المباراه. تعادل في النتيجه يصبح لذلك بالربع ساعه الاولى في الشوط الثاني مهمه للغايه في الدخول بالنسبه لفريق اياكس، والتركيز على الجهه اليمنى موجود والمهاره الفنيه موجوده، فلا بد ان تكون التغطيه وان ياخذ الحذر في عمليه تدخلاته، لانه مع جونيور فينيسيوس كان سريع، يمكن اسينسيو اقل سرعه
لكن مهارة فنية كذلك عالية. الجهة اليمنى مهمة أو أن يتعامل فيها بشكل جيد، لكن على المستوى المباراة يتحكم في وسط الميدان فريق اياكس مع شون فان دي بيك كذلك فرانكي دي يونغ، لاعب صاحب مهارة فنية وصاحب تمرير جيد. كل احتمالات واردة، لأن الريال ممكن، لأن الريال ما اعتقدش أنه باش يقدم شوط أسوأ من اللي شاهدناه في الشوط الأول. لازم تحسن، لازم لاعبين تكون عندهم رغبة أكثر، لأن اليوم بدون روح ريال مدريد، وغريب أن ريال مدريد يخسر بالطريقة هذه. لاعبين كبار لازم تكون عندهم ردة فعل. كروز، بنزيما، المدافعين فاران، كارفاخال لازم يصعدوا اكثر. كارفاخال وريجيلون لازم يتقدموا اكثر. اليوم ما يتقدموش، لقاو صعوبات كبيره. صحيح زياش قام بدور دفاعي مع اللاعب منيريس، لكن لازم تتقدم، لازم تساعد، لان الريال في حاجه الى هدف. مش يلعب بالطريقه اللي لعب بها الشوط الاول، ولهذا ان شاء الله اللاعبين ما تاثروش. المرتدات ستكون خطيره للاعبين اجاكس، لكن نعرف ان اجاكس في الدفاع ممكن يخطئ. صحيح. لو تضغط عليه يقوم باخطاء في الدفاع، ولهذا لازم يستغلوا الاخطاء هذه فريق الريال. بالرغم انه يعني هناك ليس تواجد قائد، وتكلم عن راموس كان بامكانه انه يحل مشاكل كثيره، بالرغم ان الفريق لا يمر في افضل حالاته، لكن هذا لا يعني ليس بسبب كاف بان نتكلم عنه. الشوط الاول نعم اصابتين، مدربين كبار حصلوا على هذا الموقف، لكن انا اتكلم عن ريال مدريد، انا اتكلم عن فريق اخر، اتكلم عن ريال مدريد بشخصيته بامكانياته، يجب ان يكون له الفريق كل انقاذ موسم، والشكل السيء اللي ظهر به في الشوط الاول لن يتكرر مره اخرى. في اعتقادي فرصه لهؤلاء اللاعبين الابطال انه يحسنوا من صورتهم، ظهرت نوعا ما صوره ضعيفه وباهته في الشوط الاول.